لما ولادي يطلبوا مني اعمل حاجة حلوة واي كيك في الجو الحار نار ده، وانا ساكنة في شقة دور اخير وكمان اولع الفرن علشان اعمل حلويات، كده الشقة ممكن تولع بينا. فقررت اعمل كيك في الحلة على البوتاجاز. تخيلوا طلعت بالارتفاع والقوام والجمال والتسوية، كل صفاتها حلوة احلى من بتاعة الفرن والله. ممكن كمان تعملها توبنج واي تزويق ليها. وتعالوا نشوف الطريقة والمقادير بسرعة. كوباية من المادة الدهنية، انا استخدمت هنا زيت على سمنة، تقدري تستخدمي زيت بس او سمنة بس. المتوفر كوباية من السكر، و 5 من البيض. هو البيض شكله كتير بس عشان ده بيض سمان. حابة تعرفي مقادير برضو بيض السمان؟ لكل بيضة فراخ 4 من بيض السمان. ظرفين من الفانيليا، و3 كوبايات ونص من الدقيق، ظرف من كيك شيف، رشة من الملح. هقلب المكونات الجافة مع بعضيها. في الوقت ده هكون ضربت المكونات السائلة مع بعضيها وانزلهم على الدقيق. انا كده لسه ما ضفتش لبن او ميه او سوائل تانية، يعني هقلب المكونات دي كده كويس مع بعضيها لحد لما يعمل لي خليط تقيل زي كده. هبدأ بعد كده اكون مجهزة كوباية من الحليب الساخن او المغلي، يعني زي ما تقدري تعمليه، وقلبيه مع بعضه كويس وهتشوفي اجمل كيك. كمان ضيفي معاه معلقتين كبار من النشا، وده بيخلي معايا الكيك هش وخفيف جدا. المكونات كلها مع بعضيها، وبكده معايا الخليط يكون جاهز. وكده الخليط معايا جاهز ومناسب جدا. بنوم واحد كان عايز فانيليا والتاني عايز شوكولاته، وقلت اخلطهم على بعض. جبت معلقتين من كاكاو اسباني خام، وضفت عليهم ربع كوبايه من الميه، قلبتهم كويس. ولازم الميه تكون سخنه علشان الكاكاو يدوب معايا بسرعه. شلت جزء من الكيك بالفانيليا عادي، والجزء التاني خلطت بيه الكاكاو. حطهم مع بعض كده. كل ما كان جودة الكاكاو كويسة بيكون طعم الكيك كويس، وبتستخدمي كمان كمية كاكاو اقل. حضرت حلة غير قابلة للالتصاق، انا استخدمت تيفال، حاجة ان يكون قاع الحلة سميك. وبدأت اضيف جزء فانيليا وجزء بالشوكولاتة، المبان موضح كده في الصورة. ما تمليش الحلة للاخر، خلي بالك المنسوج بيزيد جدا. الربع الاخير بس من الحلة بخلة كده عود خشبي، هتبداي تقلبي وتمزجي الخليطين مع بعض. فاكد تاني متمليش الحله للاخر، او خليكي في الربع الاخير بس علشان ما تاخدش وقت كتير على النار. وهي كده كده بتديكي ارتفاع حلو قوي زي ما شفت في اول الفيديو. ضيفي غطا محكم، وبيبقى فيه جزء تهويه كده في الحله، اتاكدي ان هو مقفول. حطي تحت الحله شياطه وهي بتقعد على نار متوسطه زي مقدار تسويه الرز كده 40 دقيقه، ولازم النار تكون هاديه جدا. اختبريها بخلة عود خشبي، لو طلع معاكي العود نظيف كده يبقى هي كده استوت وتمام. انا بالنسبه لي خرمتها عشان نويت ان انا اسقيها صوصات واعمل لها توبنج، سبتها ساده كده. درجه التسويه ما شاء الله جميله جدا وممتازه. هقلبها على طبق تقديم وهبدا اسقيها بالتوبنج بتاعها. هي لحد كده هي المفروض خلصت. انتي حابه، شايفه ما شاء الله هشاشة مظبوطه جدا وجميله. هي بس سخنه وانا مش ما كنتش قادره المسها. شايفه ما شاء الله، يعني حتى لو خبطت عليها جامد ما شاء الله متماسكه وجميله جدا. وكمان التسويه لونها رائع. بوقف لحد هنا، لحد اللي حابب يكمل معايا يشوف التوبنج اللي عملته ليها تمام، علشان ما اطولش عليكم في الفيديوهات. ما شاء الله تبارك الله. دي النسخه التانية انا سبتها ساده، كلهم اروع من بعض. كمان مفيش فراغات ومرتفعه ونافشه ومظبوطه جدا وجميله. لو وصلت معايا لحد هنا ما تنسيش لايك وشير للفيديو. نشوف التوبنج اللي عملناه ليها. في الخلاط ضفت بيضة، فيها ظرف من الفانيليا وكوباية من اللبن، معلقتين من النشا، والمفروض كمان معلقتين من السكر بس ما ظهروش في التصوير. معلقتين كبار يعني ما يعادل نص كوباية من السكر. ضربتهم كويس اوي، لازم نضربهم في خلاط علشان البيض يتفتت كويس اوي. خليط على النار لحد لما تقل، وفي الاخر ضفتله معلقتين كبار من الزبدة. في معلقة واحدة بس، لكن انا حابة الخليط يكون طعمه غني. خدت من الخليط التقيل ده
وشلت جزء منه على جنب وسبت ما يعادل معلقتين، ضفت لهم كوبايه من الشربات، او تقدري تضيفي كوبايه من اللبن وتحليها بمعلقه سكر. حطيت تسقيه علشان تطر الكيك معايا، وانا كده كده مخرماها بالشوكه او بالعود الخشب، فبالتالي الخليط كله دخل جوه. وبعد كده ضفت الخليط التقيل علشان يكون معايا توبنج للوش. بعد كده رشيت رشة من الكاكاو المحلى، ولازم يكون محلى. وشوفي بقى على الجمال، كيك فاخر في اقل من تلت ساعة، بس مجرد تسوية الكيك على النار، وكمان من غير فرن على البوتاجاز. كيك كله ناجح بتوبنج طعمه خطير، كلها جميلة وخطيرة فعلا، تستحق التجربة. وكمان ما بتاخدش وقت ومش متعبة وكمان مش مكلفة. لو وصلت معايا لهنا في الفيديو ما تنسيش لايك وشير الفيديو. الله وأمني، والسلام عليكم ورحمة الله.